عارفين ايه اكتر حاجه شدتني للمطبخ الايطالي؟ انه بسيط بسيط بس فيه شخصيه. يعني مش هتلاقي تعقيد في اي حاجه، وفي نفس الوقت كل لقمه بتحس فيها بمجهود ناس بتحب الاكل وبتحب تبسط الاكل وبتحب تبسط الناس اللي بتاكل الاكل. يعني ازاي حاجه بسيطه زي الباستا لما تتعمل صح ممكن تبقى اكله عالميه؟ لا، هي حرفيا عالميه. شويه زيت زيتون وطماطم وتوم يقدروا يوصلوا للسحر ده ويخلي شعوب كتير جدا حوالين العالم تتأثر بالمطبخ الإيطالي، وكل شعب ياخده ويعدل فيه شوية على حسب ذوقه. يعني اللي يزود بهارات، اللي يلعب شوية في الصوصات، ممكن تلعب في شوية مكونات، بس في الآخر تفضل روح الأكل الإيطالي موجود. النهاردة أنا عملت باستا بالأخطبوط، بياكلوها في ايطاليا زي ما احنا بناكل الاخطبوط هنا في مصر. هو تقريبا كل شعوب الميديترينيان متشابهين في حاجات كتير، عشان كده نلاقي الاكل الايطالي قريب لينا وبنفهمه من غير ما نبذل مجهود. وفي السيريز دي انا هتكلم على شغفي بالمطبخ الايطالي من زمان قوي، من قبل ما ابدا توميتو باي، ويمكن هو ده السبب الاساسي اصلا اللي خلاني ابدا توميتو باي من 3 سنين. لازم تجربوا الطبق اللي قدامكم ده، سهل وبسيط بس عظمه.